السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. اليوم غادي نتكلموا بواحد الشكل مفصل على الحركة زاد 212 اللي وقعت في المغرب، وغنتكلموا على ليلى عبد اللطيف اللي كتدعي سيدة الأعمال ومنبئة ديال التوقعات. ليلى عبد اللطيف تزادت في 1958، لبنانية مصرية. غادي نسمعوا هاد ليلى عبد اللطيف التوقعات ديالها شنو كتقول، وعاد غنعطيو الشروحات ديالنا وغنعطيو كلام مفصل اللي ما عمرك سمعتيه في حياتك، ولا ربما ما عمرك غادي تسمع هاد الهضره اللي غادي نقول لك. نخليكم تسمعوا هاد الفيديو هذا وتما نرجعوا نتكلموا على نسمعوا حركه زاد 212 وغنتكلموا على ليلى عبد اللطيف. نسمعوا ونرجعوا، وكنتمنى ديروا شي ليزيات وتكونسونطرا وتفهم شنو واقع. أنا بقول لك شغلة واحدة، الناس كلها لو اجتمع الإنس والجن لا يعرفوا شو في عند ليلى عبد اللطيف ما حدا حيقدر يعرف. ونقطع السطر، اللي بيعرف هو رب العالمين، وهذا بيني وبين ربي، وربي هو اللي بحاسبني مش العبد. كل واحد يروح يشوف نفسه ويشوف حاله ويشوف مصايبه. يعني سابوا كل الفساد اللي في الدنيا وكل شيء عم بيصير، بس مسكين ليلى عبد اللطيف لأنها بتتوقع. يا أخي في مليون واحد بيتوقع. محيرة، لا محيرة لأن توقعاتك بتحصل، توقعاتي بتحصل، هذا من رب العالمين. سمعتوها شنو قالت ولو يجمع الجن والإنس باش يعرفوا شنو عند ليلى عبد اللطيف ما غاديش يعرفوا إلا الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيعرف. هي كتقول لك بانني انا كندير توقعات، ولكن هي كتبين لنا بانه كتعلم الغيب، وحنا مسلمين والعقيده ديالنا الاسلام اللي كنعرفوا ما يعلم بالغيب الا الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيعلم بالغيب. فهمني يعني شنو زعما كتطلع كتسمع في السماء شنو غادي يوقع. هي كتحاول توهمنا بانه هي كدير توقعات. خدم معايا عقلك، هي هادشي ماشي كتعلم الغيب ولا كدير توقعات، هادشي مدبر. انا جاي لك في الموضوع، تبع معايا وانا جاي لك في الموضوع. حيت خير الامه ما كانش كيعلم بالغيب وما كانش كتجيه توقعات، كان كي الله سبحانه وتعالى كيصيفط الرسول عليه الصلاه والسلام، كيصيفط له جبريل باش يقول له شنو غيدير. وثانيا ام المؤمنين عليها السلام كان الله سبحانه وتعالى كينبأها بشي حاجه ما كانش كينبأها. انا جاي لكم وغادي تسمعوا معايا في الفيديو الثاني ديالها، وغنتكلموا عليه عاوتاني بشكل مفصل. وكاين غنهضروا بزاف على هذا الموضوع هذا. حاول تسمع معايا شنو كنقول لك وغادي تفهم مزيان. حتى حركه زاد 212 اللي وقعت في المغرب، حتى هي غنتكلموا عليها في هذا الفيديو، وما الرابط ما بينهما وشنو العلاقه وما وراء هذا الشيء هذا. ان شاء الله تبع معايا هذا الفيديو اللي غنحط لك الثاني. سيشهد المغرب خلال المرحلة المقبلة تغيير حكومي بارز مع ظهور وجوه جديدة إلى الواجهة السياسية في المغرب، مع بداية إصلاحات شاملة تعم المغرب وبقرار مباشر من الملك المغربي، بهدف كمان محاربة قضايا الفساد. حتحصل بكل الدول إن شاء الله، كله حيحارب الفساد في كل دوائر المغرب. للمرة الثانية أعود وأقول للشعب المغربي: انتظروا المفاجأة الرياضية القادمة التي سيحققها الفريق المغربي خلال الفترة القادمة بمونديال 2026. حلو. انت هنا سمعتوا هذا الفيديو شنو قالت. انا ما نتكلمش على الفيديو بالكامل، ولكن غادي نلخص واحد الجمله كانت قالت لك بانه اصلاح المنطقه المغاربيه. يعني شكون كتقصد هنا المنطقه المغاربيه؟ كتقصد تونس عندها مشاكل، وتقريبا واقع على ما اظن في 2026 غادي يتحيد قيس سعيد، الرئيس ديال تونس مشو قيس سعيد غادي يحيدوه. هاد ليلى عبد اللطيف شكون هي؟ غادي نعطيكم واحد الملخص هنا وغادي تفهموني. هي الناطقه الرسميه باسم واحد المنظمه ما غاديش نذكر السميه ديالها. هي الناطقه الرسميه في الشرق الاوسط وفي المغرب العربي. غنحط لكم فيديو اخر ديال كتكلم على الاحداث ديال 2026، وعاد غنتكلموا بشكل مفصل
ودقيق على هاد ليلى عبد اللطيف، وغنتكلموا على حركه زاد 212. سيشهد المغرب صراع بين كبار القادة المغربيين، مما سيجعل الناس تلجأ إلى الشارع ضد بعض أركان السلطة في المغرب، وسينجح الشارع المغربي بالتأثير المباشر على بعض القيادات في الدولة لتحقيق هذا التغيير، وسنرى ملك المغرب يقوم باتخاذ قرار جريء جدا قد يفاجئ القيادات ويصب في مصلحة الشعب المغربي بدون تمييز. سنرى الشعب المغربي يتضامن مع الجيش وقوات الأمن المغربية لحماية المغرب من تهديد داخلي أو خطر خارجي قادم وقد يهدد أمن المغرب. تتعرض المغرب مرة جديدة للأسف إلى هزة أرضية، وأتمنى أن تمر على خير وسلام. سيكون المغرب خلال المرحلة القادمة على موعد مع حدث رياضي عالمي، وسنقول للمغرب للمرة الثانية والثالثة مبروك مجددا للمغرب، وسنرى الفرحة تعم شوارع المغرب بسبب حصول هذا الإنجاز الرياضي الكبير. وأخيرا أقول لملك المغرب وأتمنى عليه بأن ينتبه جيدا على صحته، لأنني أرى أنه قد يمر بوعكة صحية حرجة، والله يحفظه من كل سوء ويحفظ الشعب المغربي وقيادته. سمعتوا هذا الفيديو ياك؟ هنا كتوصل الرساله للمغرب. شنو كتقول له؟ الا ما اديتيش المطالب ديالنا اللي باغيين حنا، ها شنو غادي يوقع لك، وها شنو غادي يوقع لك، وها شنو غنديروا لك. انما هاد الحركه زاد اللي حركه زاد 212 هي واحد بروغراماتيه ديالاش. هاد البروغراماتيه ديال حنا عنوجهوا لكم حركه كتبان سلميه، كتظاهر باغا متطلبات الحياه اليوميه ديالها، التعليم والصحه وهذه، باش المواطنين يتعاطفوا مع هاد الحركه. فهمتيني؟ يتعاطفوا مع هاد الحركه، والشارع كله غادي يخرج مع هاد الحركه هذه باش توقع واحد الضغط على الدوله، باش الدوله تأدي مطالب ديال ديك المنظمه اللي كتدعي بها، كتكلم عليها هاد ليلى عبد اللطيف. هاد ليلى عبد اللطيف ما كتكلمش على المنظمه، وانما كتقول توقعات، يعني كتقول لنا انا كنعلم بالغيب. فهمتوني دابا شنو كنقول لكم؟ هاد المنظمه انا رحت لكم شنو المطالب ديال هاد الحركه زاد، حركه زاد 212 شنو كتطلب وعلاش كتطلب هاد المطالب؟ باش تجر معها المواطنين المغاربه باش يتعاطفوا مع هاد الشباب هادو، وانما هاد الحركه هي من ورائها، فهمني يا صاحبي، من وراء هاد المنظمه هادي كاين واحد الضغوطات على الدوله باش توافق على المطالب ديال هاد المنظمه هادي، باش المغرب توافق على مطالب هاد المنظمه. خدم معايا عقلك، خدم معايا عقلك. حيت علاش كنقول لك خدم معايا عقلك اخويا او اختي؟ باش تفهمني مزيان شنو كنقول لك. اي دوله عندها مخابرات وعندها استخبارات ديالها. حنا كنعرفوا واحد الجزائري كان اقوى من الهاكرات، واحد الهاكر كان واعر بزاف وشدوه، اوكي، وتشد، وكان تشد في تايلاند ولا ما نعرف، قال لك حمق العالم. فهمتيني؟ المغرب معروف عنده استخبارات ديالو واعر. علاش عنده استخبارات ديالو واعر؟ وهو مكافحه الارهاب في المغرب كان بنادم مع كيحلم كيشدوه، غير كيحلم كيشدوه، وهاد الحركه هذه ما يشدوهاش. خدم معايا عقلك يا صاحبي، خدم معايا عقلك. انا رحت لكم المطالب ديال هاد الحركه هذه باش تفهمني شنو كنقول لكم. من هم جيل زاد 212؟ تتلخص هوية الحركة في النقاط التالية: الخلفية الشبابية جيل زد جنزي. يتألف أعضاء الحركة بشكل أساسي من الشباب والمراهقين المغاربة الذين ينتمون إلى جيل زد جنزي، وهو الجيل المولود تقريبا بين عامي 1997 و2012، ويتميزون بكونهم جيلا رقميا يستخدم التكنولوجيا الحديثة. الطابع الرقمي وغير المركزي. نشأت الحركة وتنظم شوف اسمع تخصصات ديال هاد الحركه. جيل زاد جنزي. يشير الجزء جيل زاد جنزي
أو Generation Z إلى الفئة العمرية التي ينتمي إليها معظم مؤسسي وناشطي الحركة، وهي التعريف هو مصطلح عالمي يطلق على الجيل المولود تقريبا ما بين منتصف التسعينات حوالي 1997 وبداية العقد الثاني من الألفية حوالي 2012. الخصائص: يعرف هذا الجيل بأنه الجيل الرقمي أو جيل الإنترنت، حيث نشأ متصلا بالإنترنت ووسائل التواصل